سلام البنات، زينات الباهيات، سيدات وآنسات، مرحبا بكم في لمسات أم جواد. نهار جديد وطبق جديد. اليوم جبت لكم طاجين البسباس. هذه الخضرة اللي راهي متوفرة بزاف في الأسواق، راهو وقتها وقت البسباس، وعلى بالنا بلي البسباس عنده فوائد كثيرة وكبيرة لصحتنا، خصوصا لمحبي البسباس. جبت لكم هذا الطبق اللي يجي رائع. ننتقل للوصفة إن شاء الله بإذن الله، على بركة الله، والصلاة والسلام على رسول الله. وبسم الله. هنايا عندنا حبة بصلة متوسطة مقطعة، حبة طماطم متوسطة مقطعة، ودبشة ومعدنوس مقطعين. عندي البسباس هو رئيس الوصفة. بسباس ثاني قطعته هكا، إذا حبة كبيرة تقطعيها على 3، وإذا حبة صغيرة تقطعيها على 2. وعندي زرودية، عندي الدواوات، كزبر، كركم، ثوم، غبرة، زنجبيل وفلفل حمر، ورقة عرند وفلفلة حمراء ناشفة. عندي 2 مارس نتاع اللحم، وعندي الزيتون من بعد ما غليته خطرتين في الماء. عندي 4 كاس تاع الماء، وعندي زيت زيتون، بغيتي تبدليه بالزيت عادي ديري زيت عادي، شوية تاع الملح، وعندي دي طرونش نتاع القارص. نبداو الوصفه ان شاء الله على بركه الله. هنا نبداو بليزيبيس. في ان ريسيبيون ندير الدواوات، نحي الورقه تاع الرند وهذيك الفلفله، ندير غير الدواوات تاعي، الكزبر، فلفل احمر، زنجبيل، ثوم، غبره وكركم، ديري الدواوات اللي عندك، وندير 4 كاس نتاع الماء، وندير شويه زيت زيتون. فوالا هنا ندير شويه تاع زيت زيتون، واحد مغرفه هكاك، مغرفه كبيره ولا 2، ونديرو هذاك 4 كاس نتاع الماء. نخلطوا الدواوات مع بعضاهم، نخلطوا الكل. فوالا الملح، عفوا الملح راني نسيتو، واحد نص مغرفه صغيره تاع الملح. نخلطوا الكل مع بعض كما راكم تشوفوا، ونلوحوا البسباس نتاعنا في هذوك الدواوات. البسباس وزروديه نلوحوهم في الدواوات هذوك، نخلطوهم مليح، ندخلوا لهم الدواوات مليح. فوالا كما راكم تشوفوا، باش ما يجيش البسباس تاعنا صامت، نداويوه بهذه الطريقه. فوالا ونرجعو في بلاصتو وين كان. هنا ننتقلوا اللحم راني قلت لكم درت 2 مارس تاع اللحم، نتيا ديري واش حبيتي واش متوفر عندك. ثاني نلوحو في الدواوات هذوك، ندخلو مليح هذوك الدواوات، ونخليه في الدواوات هذوك. اذا عندك الوقت خليه يتشرب شويه الدواوات، اذا ما عندكش الوقت معليش تبداي ديراكتومون في الوصفه نتاعك. جبت الطاجين، انا عندي الطاجين هنا راح ندير بالطاجين. اذا عندك كوكوطه مش مشكل ديري في لاكوكات. ندير اللحم نتاعنا، درت شويه تاع زيت زيتون في الطاجين، شعلت النار، وندير هذوك لي 2 مورسو تاع اللحم يتقلاو في هذيك الزيت، يتقلاو على الجهتين. فوالا تقلى على الجهه الاخرى، نزيد نقلبو على الجهه الاخرى يتقلاو مليح، ونبدا نلوح باقي المكونات. نبداو بالبصله والطماطم. فوالا لازم نخليه يتقلى على الجهتين. هنا من بعد ما تقلى لي ندير البصله والطماطم والمعدنوس والدبشه. فوالا كما راكم تشوفوا نتوما، اذا حبيتوا ثاني تقطعوا 2 ريوس ولا 3 نتاع الثوم، حتى هما قطعوهم ولوحوهم مع البصله والطماطم وهذاك المعدنوس. انا هنا درت ثوم غبره على بها، ما درتش ثوم عادي، بصح بغيتوا ديروها ما كان حتى مشكل. نخليوهم يتقلاو مليح البصله هذيك تاعنا والمعدنوس والطماطم حتى يذبالوا مع اللحم. خليوهم يتقلاو مليح على نار هاديه، نار لازم تكون هاديه بزاف. من بعد ما تقلاو لي مليح، فوالا كما راكم تشوفوا، نلوح ورقه نتاع رند والفلفله هذيك الحمراء نتاعنا، نضيفهم للبصله هذيك واللحم، ونبدا نستف البسباس بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، باش يجي طاجين باهي وشباب ومتقون. فوالا نستفهم مليح هكا حدا بعضاهم. نحط جميع حبات البسباس، هنا راني درت 4 حبات تاع البسباس. فوالا ندير البسباس تاعي، ونزيد ندير الزروديه. هنا من بعد ما تقلى لي اللحم والبصله تاعي مليح، يتقلاو مليح على نار هاديه.
نضيف البسباس والزروديه بهذه الطريقه كما راكم تشوفوا، وندير الزيتون في النص. الزيتون كما قلت لكم راني غليته خطرتين في الماء. نلوح الزيتون في النص ونزيد ندير هذوك الشرائح نتاع الليمون تاع القارص، فوالا بهذه الطريقه. ونضيف هذاك الماء ولا لاصوص اللي قعد لي، هاو ديكش لاصوص هذاك اللي داويت فيه البسباس واللحم، نضيفو البلا تاعي ولا الوصفه تاعي ولا الطبق، ما نسيحوش. هذاك راهو كله دواوات وكله بنه. نزيد نضيفو الطبق تاعي فوالا كما راكم تشوفوا، ونغطي عليه ونخليه على نار هاديه هاديه تاع الصح، يعني النار تكون شمعه. هذا هو الطياب في الطاجين، سورتو اذا عندكم طاجين كيما هكا وبغيتو ديروا اطباق فيه لازم النار تكون هاديه. نغطيه نخليه يطيب واحد 10 دقائق ولا ربع ساعه، نحل عليه ونحاول نشربوه بلاصوص هذاك كيما راكم تشوفوا على الفيديو. نحاول نلوح شويه تاع لاصوص هذاك على البسباس ونعاود نغطيه ونخليه يكمل طيابه مدة ساعة على نار هادية. البنات ما تقويوش النار باش لاصوص تاعكم ما تنشفش والبسباس يطيب في غرضه. فوالا، وهاوديك هنايا الطبق تاعنا من بعد ما طاب، من بعد ما وجد، ومن بعد ما البسباس تاعنا طاب، الزروديه طابت، وشوفوا لاصوص اللي قعدت فيه ومام طون راه فيه لاصوص خطراش طاب على نار هاديه، يجي طبق عليه الكلام، يجي بنه في القمه وشهيه طيبه. سلام.